أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قالي تماشاوان هجا ديسا برنامه ما يا فقه دست بكر فقه إمام الشافعي أم هاتمين لسر سنة لميجي مگو سنت لمیجه ابعاد هنه هیئات هنه. سنت ابعاد وقت مروف ترک بکه سنت مروش بر و سجده سهوی ببه و سنت هیئات وقت مروف ترک بکه نه سنت مروش بر و سجده سهوی ببه. بجه مگو سنت هیئات جی وانانه مگو یک جه مروف وقت تکبیرات تحرمت خونه مروف دست خواه بلند بکه، وقت مروف هر رکوع مروف دست خواه بلند بکه، وقت مروف رکوع رابع دیسا دست خواه بلند بکه. بوی شکلی اف راکینا دستا و اعداء ده سنته اید دوا مروف دست خواه راست دین ساملی چپه بگیره اف جی سنته. ایس سامگو مروف وقت المیجه ده جی سجده خواه میزه بکه یعنی بنره اف جی سنته کی المیجه ای چارا پشت تکبیر تحرم مروف وجهت وجهه بخوانه اف جی سنته کی المیجه و پشت وجهت وجهه جی مروف بجه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه بکه اف جی سنته کی المیجه ام هاتبین سر سنت ششا. سنت ششا المیجه مروف جه جهری مروف جهری بخونه جه سری جی مروف سری بخونه یعنی جه کو مروف دنگی خواله بلند بکه هیا و جه مروف دنگی خواه نزم بکه بخونه ودره هیا. مثلا جه کو جهری مثلا یعنی مروف دنگی خواه بلند بکه و فاتحه خواه و قرآن بخونه وکی هر دو رکعت میجا صبح هر دو رکعت میجا صبح سنت معروف جهری بخونه یعنی دنگی خواه بلند بکه هر دو رکعت ده. مثلا هر دو رکعت میجا مغرب و میجا عشاء معروف هر دو رکعت اول ده دنگی خواه بلند بکه بخونه افجی سنته. میجا جمعه ده هر دو رکعت ویده معروف دنگی خواه بلند بکه و فاتحه خواه بخونه و سورت بخونه افجی سنته. لمیجا هر دو عیده ده عیده قربان و عیده رمضان هر دو ده جی معروف دنگی خواه بلند که فاتحه و سورت خونه. مثلا وقتی که حیف خراب به دیسا سنت معروف میجا حیف خرابینه ده دنگی خواه بلند بکه اما روش خرابینه ده نه چونکه روژه خراب به. مثلا میجا بارانی وقتی معروف هر میجا بارانی دیسا سنت معروف دنگی خواه بلند بکید خواندنه ده فاتحه ده و خواندنا سورت ده. تراویح ده معروف دنگی خواه بلند بکید سنته. وتر رمضان وقتی مو وترا دکه تدی پشت تراویح معروف 3 رکعت وتر دکه ها دوا وترا دجی سنت معروف دنگی خواه بلند بکید. افتاف مثلا همش امام را سنته همش انسان منفرد ده تنه کل میج بکه جوانا را جی سنته یعنی جه جهری کودنگی خواه بلند بکه و جه دزی جیب دزی بخونه یعنی غیر و جه ما گوتی ایدیتر تف معروف دنگی خواه نظم بکه سنته. مثلا وکی میجانی و وکی عصری آدوانا ده معروف دزیب خونه و خود سنت دیتر سنت رواتب معروف دزید خونه معروف دنگی خواه بلند ناکه. بجد دلیل ویجی اوه چند حديث هنا حق جهرية ده بجي ما رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ المغرب بالطور. بخاري مسلم هرد كوجي رواتية جبير كوري مطعم خديج راضي بيت بجي مش رسول خديج صح كريا عليه الصلاة والسلام قرأ المغرب بالطور بجي ميرجا مغرب بسورة الطور دخوانده demek ki pişte Fatih sureti Tur tıkanda. Yani verdet bije mesah kiye. Demek ki Peygamber Xuda aleyhisselam denge xwa bilind kiye jber ve Cübeyr kure mut'am dibije min denge Peygamber sah kiye ku tıkanda. Yek je disa Bukhari Müslim her dua rivayet kiye. عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. دبی برای کره برا بجرد عنهود بجمش بر خودی صح کیا کو
سورة والتين والزيتون عشاء خواند دمیم دنگی کس کی وکی دنگی پیامبر خوشی صح نکریه یعنی هاوقا پیامبر دنگی خوش بی علیه الصلاة والسلام و یا خود خواندنای خوش بی یا دنگی یا قرائتن خواندنا پیامبر دمی که پیامبر دنگی خواب بلند کیه جبروی دبیجه مسح که کو پیامبر اسلام اف سورت خوانده و دنگی ویجی خوش بی اف جی دلیل دمی که جی جهری جی کو معروف دنگی خواه بلند بکه میجا عشایا کو هر دو رکعت اولا یک جدیسا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حضور الجن بجي مسلم بخاري ديسا روايات كناش حديث ابن عباسي بجي جن حاضر بنا واستماع من القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم دبي جن حاضر بنا وهداري دنجي پیغمبر كنا القرآن وقت تخواندا دبي حديث دهيت بجي هو يصلي بأصحابي صلاة الفجر بجي وقت پیغمبر سلام میج ذکر میجا فجر پیشا صحابیا هاوی چاقی جن هاتن گهداری خواندنا پیغمبر کرن علیه الصلاة والسلام فلما سمعوا القرآن استمعوا له دبی وقت قرآن سع کرن گهداری کرن یعنی رونشتن گهداری کرن هاور دجی دلیله دمکی وات میجادا پیغمبر خودی علیه الصلاة والسلام دنگی خواب بلند کریه فاتحه خواندیه سوره خواندیه دوا جیا دجی سنت معروف دنگی خواه بلند بکی حدیثك دیجی هيا وروى أبو داود والنسائي هر دواجي روایت کیه وغيرهما باشقاجي روایت کرنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وناجيش عبادة كره الصامت روایت کیه راضي بنا خود جربه قال قوتيا كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بجاء ما بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ميش ذكر ميجا الصبح فثقلت عليه القراءة دبي وصا خواندنش بيغمبر خدا را گران هات فلما انصرف وقت بيغمبر خدا ميجا خوا خلاص كر قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم صحابيا را گو دمكي هونجي پشت إمام خوا هونجي خوان قرآن تخوينن بيرا قرآن تخوينن قال قلنا يا رسول الله دبي عبادات دبجي قم قو يا رسول الله اي والله دبي يا رسول الله والله ام تخوينن ام ترى قرآن تخوين وقت انت قرآن تخوين ام جي ترى تخوينن قال لا تفعلوا الا بأم الكتاب بجهن قرآن وقت متجهري خوان هنج غير فاتحين تشتكي دي قرآن نخوين وقت من امام دنگ خواب بلند بكي وقرآن بخوينه جرى مرو سكوت بكي وهداري بكي فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها دبي فاتحة تنه بخوينن غير فاتحة تشتكي دي ناخوينن چمكي إنسان دبي الميجي دا فاتحة ناخوينه هاوكي ميجاوي نبوي وصانه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها چمكي إنسان كي فاتحة ناخوينه ميجي دا هاوكي ميجاوي نبوي وصانه روايات كت بجي فلا تقرأوا بشيء من القرآن روايات كت بجي تشتكي قرآن بمرا ناخوينن إذا جهرت به وقت ما قرآن جهري خوانت وقت ما بدنجي خواه بلند كر إلا بأم القرآن أنجاق فاتحة غير فاتحة باشقه هن تشتكي ديتر ناخوينن قهداري إمام خواه بكن دمكي وقت دنجي إمام نه معروف جي مثلا جامي پرمازن به دنجي إمام نه صفا پاشي ويشاخي وكي أوجي وكي ميجا سرية معروف تكارا قرآن بخوينه چونكي معروف دنجي إمام صح ناكي بجاب حدیثه هنه تبدلت کن کو پیغمبر خوده اصا و میجاده جهری خواندیه دنگ خواه بلند کریه خواندیه و دلیل کو پیغمبر سلام با میجه دیتر ده جی سری خواندیه یعنی بدزی خواندیه وکی میجانی وکی عصره اف حدیثه بخاری روایت کری ما رواه البخاری عن خباب رضی الله عنه بخاریش خباب روایت کیه وقد سأله سائل دوی معروفه کی پرش خباب دکه دبي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر دبي قالوا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ميجا نيبرو ميجا عصر دجي قرآن دخواند قلنا نعم قو بلي تخواند قلنا بما كنتم تعرفون ذلك دبي وچاد زانيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ميجا نيبرو دجي پشت فاتحه قرآن تخوينه يعني واش خد دنگي خد بلند كر قال باضطراب لحيته دبي پیغمبر خدا عليه السلام ريب مبارك دهجي اما بفيزاني كو قرآن تخوينه دمكي ميجا نيفو دا ميجا عصر قرآن خواندية اما دنگي خواه بلند نكريا ديسا وروى البخاري ومسلم
بخاري مسلم روایت کنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال دبيش ابو هريره روایت کنا ابو هريره گوتیا قال في كل صلاة يقرأ فيقرأ دبيجي پیغمبر خود هر الميجي دجي خوانديه يعني قرآن خوانديه فاتحه خوانديه فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم جيكو پیغمبر ما داي صح كرني بلند خواندي دنگي خو بلند كري ام جلوات دن صح كرني ام دنگي خو بلند كن وما اخفى عنا اخفينا عنكم جيكو نظم خواندي دنگي خو بلند نكري خوانا قرآن ده ام جوا دنگي خو ام دنگي خو بلند ناكن جواره ام دنگي خو و جياده نظم دكنا يعني تشتي ما پیغمبر سان كي چوا مشكي ام جو سال مشكنا demek ki غير واجیا نهتیا صح کردن کو پیغمبر سام جهری خواندی یعنی او جیما گوتی و واجیا دجی دزی خواندی لبله میجن شبه ده میجن شبه وکی تهجد داده بجه سنت معروف نابینا سری و جهریه ده بخونه یعنی معروف زیاده دنگ قبل نکه و دنگ خاصا نظم جی نکه چما خدا جل جلاله قرآن داد بجه سورت اسراء آیات 110 ده بجه استعیذ بالله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا دبيت الدنگي خو صل ميجي دا زيادات بلند جيناكا ونزم جيناكا نابينا بلنداي ونزماي دا ريكي شخورا مساج مش بكا بجيرا بوي شكلي بخوينا يعني وان ايجا وقت معروف شكلي كي وصا معروف دنگي خو نزم بكيجي وصانا وصا دنگي خو بلند بكيجي نا يعني نابينا هر دو دا نابينا بلنداي ونزمينه دا معروف خوينه سنة ميجا شبه وصابه ای هفته سنت لمیجه ای هیئات معروف بشت فاتحه بيجي آمين وهو أن يتبع قوله تعالى ولا الضالين بكلمة آمين أكو معروف بشت ضالين ولا الضالين بيجي آمين معروف بيجي آمين أفجي سنتكي لميجه اف آمين بوتنا آمين السنتش هر مصلي ره هر إنسان كل ميج دكي تشل ميج به ميجا سنت به ميجا فرض به وقت فاتحه خلاص كي قلت ولا الضالين بيجي آمين يعني ميجي جهري ده بلا دنگ آمين جي بلند بخوينه مثلا وقت ميجا مغرب عشاء بصبح بهر دو ركعات أول بن أو يشاقي بلا آمين أو يجي بلند به آمين بلا بلند بخوينه ويسر بها في السرية ما وقت دزي به وقت ميجا سري به وقت ميجا نيرو عصره بلا آمين أخو جيب دزي بخوينه يعني أف شهر إنسان مشكرة يعني سنة مأمومي جيب بتابع إمام الجهري ده مثلا إمام وقت فاتحه خلاص يقول على الضالين بلا إمام بيجي آمين دنگي خابلن بكي مأمومي جي بلا اتباعه بكي أو جواكي دنگي خابلن بكي بيجي آمين معنى آمين چه معنى آمين يعني استجب يا ربي يا ربي الدعاء ما قبول بكي معنى آمين جي أوا روى البخاري ومسلم بخاري هر دو روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة روايات كنا راضي بنا خده سربه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا گوتی علیه السلام اذا قال احدكم دبی وقتی یکی جوا گوت في الصلاة دميجي ده آمين وقتی گوت آمين روایت مسلم ده جد بيجي في الصلاة روایت بخاري ده في صلاة ثنا لبلا روایت بخاري مسلم ده في الصلاة هيا وقالت الملائكة في السماء آمين بيجي ملائكة جد آسمان ده بين آمين وقت إمام دبي آمين ملائكة جد بين آمين فوافقت إحداهما الأخرى بجي وقت آمينة معروف راست آمينة ملائكته وره وقت عين زمان خود راست هفدو ورن غفر له ما تقدم من ذنبه دبي او انسان بيجي آمين آمينة ويجي راست آمينة ملائكته وره بجي گنهوية بوري درباز بوي خدا جل جلاله عفو تكي يعني في رواية ده وصانا اما ديس بخاري مسلم رواية كنا عش ابو هريرة بيجي قال إذا أمن الإمام فأمنوه رواية كي حال جهيا بيجي وقت إمام قول آمين هنجي بيجن آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه بيجي وقت كو آميناوي راست آمين ملائكة وري يعني وقت ملائكة بيجن آمين مروج عيني آنه ده بيجي آمين وبهف دورة بيقوتن غفر له ما تقدم من ذنبه دبي گنه بوري تن عفو كرنه ديسا أبو داود رواية كريا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت رواية أبو داود بشكلية كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تلا
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجي وقت پیغمبر خدا دقوت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيرا دقو قال آمين پیغمبر خدا دقو آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأولي دبي حتى صف أول تبي أف آمين پیغمبر عليه الصلاة والسلام سحد كرن وزاد ابن ماجه فيرتج به المسجد رواية ابن ماجه ده أفجي هيا بيجي فيرتج بها المسجد وقت دقوت آمين صحابيا جي بيرا دقو آمين ودنك الجامعة كت دنك وصل الجامعة كت دنك بلند بي اي حشتا سنة حشتا الميجي پشت فاتحه معروف هناكي قرآن بخونه افجي سنة كي لميجي افجي سنة كي لميجي يعني السنة چه حاصل دبي وقت معروف پشت فاتحه هناكي قرآن خواند دبي يا سورة كي كن معروف خونه ديسا سنة بي حاصل دبي يعني سي آيات معروف بي هفره بخونه سي آيات بي هفدوره معروف آيات بخونه ديسا اف سنة حاصل دبي اما دبي كنگ مستحبه كنگ خيره معروف پشت فاتحه سورة كي بخونه قرآن بخونه پشت هر دو ركعات اول يعني هر دو ركعات باشي نسنته يعني مثلا ميجا نيفو ميجا عصر ميجا مغرب ميجا عشاء اف ركعات باشي نسنته معروف قرآن تدبخونه اما هر دو ركعات اول سنته پشت فاتحه معروف هناكي قرآن بخونه يعني سورة كي كن وياخد سي آيات بي هبره يعني سنة همش إمام را سنة إنسان منفرد بجوي رجي سنة يعني إنسان کی جماعت میں جا خوانا کہ بتنے بکے دیسا سنة کو هنا کیش قرآن بخوینه و یا خود سورت کی کنش قرآن بخوینه دیسا يعني إنسان مأمومی جی وقتی کو میجا سری به سنت جرب خوینه مثلا میجا نیو عصر سنة بخوینه اما الميجا مغرب عشاء وقت امام خواند بلا گهدار امام که نخوینه و یاخد مثلا وقتش امام دور به میجا جهری اجی بلش امام دوره دنگی امام صحنا که ابلوی چاخی جی تکاره قرآن و یاخد سورت کی پشت فاتح بخوینه اما سنة الميجا الصبح نيفرو ده سورت طوال المفصل بخوینه مثلا طوال المفصل هنات قرآن ده أوساط المفصل هنا وقصار المفصل هنا مثلا طوال المفصل حجوراته حتى سورة بروج أف طوال مفصلا طارق حتى بينا أف أوساط المفصل جاء تقولون أوساط المفصل وسورة زلزلة حتى سورة ناس أف قصار المفصل وجا سنة ميجا عصر وعشاء ده طوال مفصلة بخنه وكي حجورات وكي رحمن وكي وانا بخنه وميجا عصر وميجا عشاء ده جي أوساط المفصلة بخنه أوساط المفصل كي جا سورة وكي سورة الشمس سورة والضحاها وكي وانا والليل إذا يغشى وسورة المغرب ده جي قصار مفصلة بخنه مثلا سورة زلزلة وبيرا حتى كو سورة ناس هوا سورة بخنه يعني زلزلة ونشوبي سورة قصار مفصلة بخنه ميجا مغرب دجي مثلا وكي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ألم ترى كيف يعني سورة زلزلة وبيرا مرو سورة مغرب سورة كن بخنه أفجي سنته عن سليمان بن يسار نسائي حديث کی روایت کیا سليمان کو يسار عن ابي هريره رضي عنه قال دبي قوتي ابو هريره ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله من فلان دبي ابو هريره قو من بي کسی کی میج نکر یا کو میجاوی بنزمی شه میجا رسول خدا به تام بنظر میجا پیامبر خدا به يعني بشبه ميجا پیامبر السلام فلان كسي بحث يكي كش فلان كسي ادوي فصلين وراء ذلك انسان او انسان ابو هريره بحث كما بيل مشكر وكان يطيل الاولين من الظهر ويخفف الاخريين بجوي مروفي ميجا نيفودا هر دو ركعات اول دريشت كر هر دو ركعات اول جي صاص سبقت كرا دمكي ابجو سنه مروف هر دو ميجا ركعات اول ميجا نيفو عصر دريش بكي وهذا ركعات دجي سبق بخوينه ويقرأ ويخفف
وكان يطول الأولين من الظهر ويخففه الأخرين ويخففه العصر ميجا عصر درجي سفكت خوان ويقرأ في المغرب قصار المفصل ميجا مغرب درجي قصار المفصل خواندنا يعني سورة الزلزال وبيرة وسورة خواندان ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها بيجي ميجا عشاء يجي سورة والشمس وضحاها خواندان وأشباه وانا وكي أوساط المفصل خواندانا اما دو يقرأ في الصبح بسورتين طويلتين اما ميجا الصبح ده دو سورت درشت خواندانوی مروی او مروی کو میجا وکیا پیغمبر بی علیه السلام سنت میجا رجا جمعه و صبحه رجا جمعه و صبحه معروف کیجا سورت بخونه سورت الف لام تنزیل سجده معروف خونه الف لام سجده يعني سنت معروف ركعات اول ده رجا جمعه میجا الصبح سجده الف لام سجده معروف خونه وركعات دوی دجی معروف هلتا بخونه اب سنته شما جي لما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال شواتات روایت کنه گوتیه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر دبي پیغمبر خود روجا جمعه خواندیه میجا فجر ده میجا صبح ده الف لام میم تنزيل السجده يعني الف لام میم کو سجدة ده هيا وهل اتى على الانسان او سورته هل اتى على الانسان خواندیه اما دبي ويسن تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات دبي السنة شقاه میجه هایی که رکعت اول معروف دها درشتر بکش یاد دوا یعنی رکعت اول معروف درشتر بکش سنته افجی سنته چما دیسا بخاری مسلم هر دو اجر روایت کیه دبی کان نبی صلی الله علیه وسلم یطول فی الاولى و یقصر فی الثانیه دبی جه پیغمبر خود میجه اول ده رکعت اول ده میجه خود دها درشتر تکر ركعات دوا دجي دها كندكر سنة انها تكبير انتقالاتنا يعني تكبير كو معروف هر سجده هر رابع رونه معروف الله اكبر بيجي ابجي سنة اما مثلا تكبير تحرمه ما اقول ركنه وقت معروف نيات الى تينه ويشاخي اف ركنه كلمه شو معروف جرا مطلقه معروف الله اكبر بيجي ويشاخي لا ما وقت مرو هر ركوع مرو بيجي الله اكبر وقت مرو هر سجده مرو بيجي الله اكبر وقت مرو سجده راد مرو بيجي الله اكبر اما وقت مرو ركوع رابع سنه مو بيجي سمع الله لمن حمده مو بيجي وبيش مرو بيجي ربنا لك الحمد شما جي چمكي بخاري مسلم هر دو اجر روایت کیه عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره قال قوتيا كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه بيجي رسول خود وقت رادبي لميجي يكبر حين يقوم دبي وقت رادبي تكبير تخوان مثلا دمك نياتا تكبير تحرمه ثاني تكبير دغو ويكبر حين يركع وقت دشو ركوع تكبير دغو ثم يقول بشد دغو سمع الله لمن حمده وقت ركوع رادبي ان تكبير نتاني دغو سمع الله لمن حمده حين يقيم الصلب من الركوع يعني وقت بشتا خوش ركوع راس تكر شبيات سكني يشاغي دغو سمع الله لمن حمده وبشد تقول ربنا ولك الحمد بشد تكبير ثاني نكاد شو سجده تقول الله اكبر شو سجده ثم يكبر حين يرفع راسه بج وقت سر خوش سجده راد كديسا تقول الله اكبر ثم يكبر حين يسجد وقت شو سجده ديسا تكبير ثاني ثم يكبر حين يرفع راسه بج وقت سجده باشيجي راد بي ديسا تكبير ثاني تقول الله اكبر ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها بالتمام ميجي ده بفي شكلي تكبير تاني رسول خدا عليه السلام حتى يقضيه حتى ميجي اخذ تمام ذكر ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس ديسا تكبير تاني تكبير اخذ تاني وقت كوش هر دو ركعت اول راتبي ركعت اساسيه ديسا وقت راتبي تقول الله اكبر ايه دها سنه الميجي ركوع وسجده ده معروف تسبيح بخونه يعني وقت معروف شو ركوع معروف سيجرى بيجي سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سيجرى وقت معروف هذا سجده جي بوي شكلي معروف بيجي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده بيجي ان درجه كمال سيجرى معروف بيجي اگر معروف سيجرى زيادتر بيجي معروف نا امام به دا خير ترى
لما انسان کی ما امامتی بکه شته جارا زیاتر مکروه کو بیجه چما چمکی انسان پیلمشت که دبکو میجوا دست میجوا نخوش به اجباری قاسیه کو امامتیت که بلا سه جارا بیجه زیاتر نبیجه لما یکو نه امام به چقا بیجه ده خیرتره دعای شخرا سجده دعای جد کار بکه دعای کو مأثور به بجافر ده برنامه مخلص بي حتى برنامج كده بنتف من خير وخشيدة سلام أخوذي سروبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.